أهلا بيك في أكتر فترة منيلة بستين نيلة في الثانوية العامة. هي فترة منتصف العام وأنت حرفيا مزنوق في المنتصف، وراك هم يتلم ومحتاج حد يلمه، أو أنت اللي محتاج تتلم الحقيقة. وقدامك بقى اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، قدامك حاجات، فلازم بقى يبقى عندك طاقة ونفس طويل ان انت تقدر تكمل الحاجات اللي قدامك دي. فانت فعلا مزنوق في النص. الفترة دي بقى بيبقى وراك تراكمات كتيرة جدا، بل ممكن تكون اصلا انت لسه بتسمي الله ولسه ما بدأتش اي حاجة. المدرسين بيجروا والطلبة بتجري وانت يعني لسه بتاخد استراحة محارب بقالك 3 سنين. المهم بقى، هل في امل؟ يعني لسه في امل اني اعرف الم القديم والجديد وابقى ماشي مع المدرسين بتوعي واقدر احارب التنانين المجنحة اللي شغالة من اول السنة دي؟ ممكن جدا، عادي، ممكن، كل شيء ممكن، لان اللي بادئ من اول السنه هو جه دلوقتي وهو نفسه اتقطع خلاص، تعب، لسه عايز ياخد بريك يشحن طاقه للي جاي. انما انت اوريدي حضرتك يا باشا انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتشحن طاقه، نشتغل بقى. فده بقى الوقت ان انت تخرج الطاقه اللي متخزنه عندك من اول السنه دي، وان انت تسبق غيرك وتقدر تظبط المنهج عادي جدا. طب ازاي؟ بصوا، الفيديو ده هينقسم لقسمين. الشق الاولاني بيتكلم ازاي تذاكر وازاي تلم المتراكم عليك وتبقى ماشي مع المستر ومع زمايلك. الشق التاني ازاي يبقى عندك طاقه اصلا ان انت تعمل الشق الاولاني ده. هات بقى الشاي بتاعك او القهوه بتاعتك وتعالى لي. اول حاجه معانا هتجيب ورقه وقلم. مش هنعمل جدول، ما تخافش، انا عارفه ان الجدول بيجيب لكم ارتكاريه. انت بس هتكتب كل ماده وقصادها الحاجات اللي ما اتذاكرتش. انت اكيد هتكتب من اول الاسم المدرس اللي هنقوله في الكتاب، انا عارفه، مش مهم يعني. اكتب كل حاجه ما اتذاكرتش عن الماده دي لحد ما المستر واقف. يعني المستر واقف هنا، انت اكتب كل حاجه من الاول خالص لحد ما ايه، لحد هنا المستر واقف عندها. لو انت ما ذاكرتش كل ده لحد المستر ده اكتبه، تمام. لو انت ملقط شويه حاجات اكتب اللي انت مش عارفه، اكتب اللي انت مش مذاكره. طبعا انت زمانك دلوقتي عملت جريده الاهرام، مش مهم، خليك معايا. طبعا انت كتبت دلوقتي كل الدروس المتراكمه عليك، تمام. تبدا بقى توزع كل الحاجات دي على ايام الاسبوع. طب ازاي هنقسمها على ايام الاسبوع؟ يعني حضرتك كتبت الماده وكتبت الحاجات المتراكمه عليك هنا، هو سي خدت 3 سطور. فحضرتك في ايام الاسبوع عندنا سبت حد اتنين تلاته اربعه خميس، انت هتكتبهم كده اهو، وهتبتدي بقى توزع الحاجات دي على ايام الاسبوع. ده هنا، ده هنا، ده هنا، وهتقعد تلقط، تاخد من ده وتحطه هنا، تاخد من ده وتحطه هنا، وهكذا. ده هدفه ان انت يبقى قدامك المواد قدامك وشايفها، ما تبقاش متبعتره في مخك. لان احنا لو الحاجه متبعتره في مخنا مش بنفهم ان هي ورانا اصلا، بنفهم ان احنا مخلصين. مخك مش بيفهم الحاجه اللي عليه غير لما يشوفها مكتوبه قدامه. فانت لازم تبقى شايف الحاجات اللي انت مش عارفها قدامك، تمام. وبعد كده ابتدي ان انت توزعها على ايام الاسبوع. تبتدي توزع الباب الفلاني او الدرس العلاني او ايا كان بقى، هنحطه السبت ده، هنحطه الحد ده، هنحطه الاثنين، وهكذا. والحاجه دي مش شرط خالص ان هي تاخد معاك اسبوع، ممكن تاخد اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع، شهر، مش مهم، تاخد زي ما تاخد. ده بيبقى على حسب جبال الهيمالايا اللي انت عاملها. ده بياخد وقت عادي، بياخد زي ما ياخد. المهم ان انت تكون ماشي في التراك المظبوط، ما تكونش سايب الدنيا سايحه على بعضها. تمام، انا دلوقتي كتبت كل الحاجات اللي عليا ووزعتها. طب ما انا كده دلوقتي لما اجي اوزع الحاجات دي هوزعها ازاي؟ انا عليا حاجات من اول السنه لحد دلوقتي، فانا عليا فوق ال 20 درس اصلا. يعني انا هذاكرهم ازاي؟ مش 20 يعني، ده مجازا مجازا. انا دلوقتي هوزعهم ازاي؟ التوزيع سوف يتم كالاتي. حضرتك كتبت المادة وكتبت الحاجات المتراكمة عليك كده بالترتيب، تمام. وطبعا في حاجات قديمة من قبل الميلاد وفي حاجات جديدة. فانت هتعمل ايه؟ لما تيجي تذاكر هتبتدي ان انت تاخد حاجة من القديم مع حاجة من الجديد، تحطهم مع بعض وترميهم في اليوم اللي انت اخترته. حاجة من القديم مع حاجة من الجديد وتربطهم مع بعض وتحطهم سوا، وهكذا. هتفضل كده 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 لحد ما هتقرب لنقطه معينه في النص هتكون انت اوريدي خلصت كل الحاجات اللي ورا. طيب هل اخد حاجه من القديم على حاجه من الجديد؟ ده عشوائي؟ مش شرط يكون عشوائي، لان في اصلا ابواب مرتبطه ببعضها. انت ممكن تاخد الحاجات المرتبطه ببعضها مع بعض، انت ممكن تاخد حاجات على حسب بقى مزاجك، نوع اللي انت عايزه. المهم ان انت ما تزهقش، يعني خلي الحاجات بحيث ان انت ما تبقاش مجبر على المذاكره، لانك لو مجبر على حاجه مش هتذاكر. فما تخليش تحس نفسك مجبر على حاجه. ذاكر على مزاج، ذاكر على روقان. انت نفسك تذاكر ده ذاكر، نفسك تذاكر ده ذاكر. على فكره انا كده يعني، ما اقدرش مثلا ان انا اقول انا النهارده هذاكر كيمياء، طب انا مزاجي النهارده مش جايب لي كيمياء، ما تذاكرش كيمياء، ذاكر حاجه تاني. هو انت كتبت حاجه في اليوم ده، انت خلاص انت كده، هو انت مضيتش على بياض ان انت لازم تخلص الحاجه دي النهارده او لازم تخلص الحاجه دي بالذات؟ لا، عادي. انت جاي دلوقتي خلي فيه فلكسبيليتي، انت جاي دلوقتي تذاكر حاجه معينه، فجاه لقيت نفسك عايز تذاكر حاجه تانيه من يوم تاني. خلاص انت كاتب الكيمياء يوم الاحد والفيزياء يوم الاربع، فانت جيت الحد لقيت نفسك مش عارف تذاكر كيمياء، عايز تذاكر فيزياء، خلاص خدها من الاربع حطها في الحد وبدل الكيمياء حطها في الاربع. فانت هتبتدي بقى تاخد حاجه من القديم مع حاجه من الجديد وتربطهم مع بعض، ترميهم في يوم من ايام الاسبوع وتفضل ماشي هكذا. هتقول لي ده كتير، انا مش هقدر في يوم ان انا اخد حاجه من القديم مع حاجه من الجديد. هقول لك
مفيش وقت والله يعني مفيش وقت للتفسير، يعني لازم تعمل الحاجات دي. وكمان ما تنسوش ان داخل علينا رمضان، في رمضان بجد الوقت بيجري بسرعه رهيبه. فجاه تلاقي اصلا الفجر قدم، بتروح تصلي الفجر، بتيجي تنام، بتصحى، بتروح درس مثلا او بتحضر درس اونلاين او ايا كان، فجاه هتلاقي الساعه 3 العصر جت، فانت بالتالي خلاص فيصت وعايز تاكل وعايز تشرب. بعدها بشويه تلاقي المغرب قدم، بعد المغرب في التراويح، بعد التراويح محتاج طبعا تقعد بقى، واحد بقى عايز يقعد شويه ينبسط، ما في ساعة هتلاقي نفسك بتتسحر، هتلاقي نفسك بتصلي الفجر، ونفس اللوب هي يعني هتفضل كده طول الشهر. فانت لو عرفت في الشهر كله اصلا توتال مذاكرتك تبقى كلها على بعضها كل يوم ساعة ولا نص ساعة، فانت كده بص ايدك وش وضهر. رمضان الموضوع فيه صعب، فانت حاول تخلص كل حاجتك قبل رمضان. ممكن نبقى نعمل حلقة عن موضوع ازاي تلم المذاكرة قبل رمضان، او تعمل ايه في المذاكرة في رمضان، نبقى نتكلم في الموضوع ده، عشان بجد كانت اكتر حاجة قرفاني في عيشتي في نفس الثانوية العامة. طيب انا دلوقتي ما عنديش وقت اذاكر، او ما عنديش وقت اعمل كل الحاجات اللي انت قلتي عليها دي بسبب الدروس اللي عليا. طيب هنعمل ايه؟ حضرتك هتشوف عندك مادة او مادتين انت كويس فيهم، مش محتاج ان المدرس يكون قدامك دايركت تساله اسئله كتير، او عندك اسئله كتير عايز تسالها له، او لازم يكون المدرس قدامك عشان تفهمها. لو في ماده فيها كل هذه المواصفات خدها اونلاين. الاونلاين والله حلو، مش بعبع، عادي جدا. انا اعرف ناس خدت اونلاين عدى 90% من الاونلاين. هو الفكره بس ان الاونلاين انت اللي بتبقى رقيب على نفسك، فلو انت مش هتقدر تبقى رقيب على نفسك وتجبر نفسك ان انت تقعد تشوف الحصه وتركز ما تسرحش، لا انزل سنتر. مش هقول لك ضيع نفسك، بس لو انت بتعرف تهندل نفسك، بتعرف تهندل الدنيا، فخد طريق الاونلاين. مش في كل المواد، مش بقول كل المواد، نقي على ماده او مادتين، دي هتظبط لك الدنيا شويه بحيث هتفضلك الاسبوع يعني، فاهم؟ فده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا، لانك بتقعد 7-8 ساعات بره البيت وبتيجي مصدع اصلا، طبيعي مش هيبقى عندك طاقه ان انت تذاكر. انما الاونلاين من البيت بتشوف فيديو 3-4 ساعات كده وانت قاعد جنبك سندوتشات الجبنه بالخيار، وقاعد بتتفرج وبتكتب بالنوتس بتاعتك والدنيا فله. وكمان الجو ساقع، فاقعدوا في البيت، القعده في البيت احلى. وفي الصيف برضه القعده بتبقى في البيت احلى عشان الجو بيبقى حر، فاقعدوا في البيت. تمام، نروح بقى للشق تاني من تمام. احنا دلوقتي عرفنا ازاي ننظم الدنيا وازاي نذاكرها وازاي كده، وحطينا النقط على الحروف. ازاي بقى الواحد يبقى عنده طاقه ان هو يعمل كل ده؟ انا في اوقات عليا كانت بتعدي بجد والله العظيم كنت بقعد ربع ساعه احس ان انا يعني بص انا ذاكرت كتير جدا، واجي ابص في الساعه الاقي ان عندي ربع ساعه بس بحس ان الربع ساعه دول كتير قوي. فكلنا كده عادي برضه. فتعالى اقول لكم بقى على حاجات انا كنت بعملها بحيث ان هي تظبط لي الحته دي، وفعلا الحمد لله اتظبطت في وقتها طبعا. اول حاجه كنت بعملها هو انك لازم تبقى عارف انت ليه بتذاكر، انت بتذاكر ليه، ايه سبب مذاكرتك اساسا. لانك لو مفيش هدف فمفيش سبب ان انت تذاكر. طب انا بذاكر ليه؟ فما تذاكرش احسن. انت لو ما عندكش هدف ما تذاكرش. لازم يبقى عندك هدف محدد وتخليه دايما في مخك وقصاد عينك. على فكره، والهدف ده مش شرط ان انت تكون تطلع الاول على الجمهوريه او تجيب 99%، لا عادي، ممكن يكون السبب ان انت عايز تفرح اهلك. فكره ان انت عايز تفرح اهلك ده بحد ذاته هدف كبير جدا وتاخد عليه اجر اصلا، يعني ده من البر. انت اهلك تعبانين عليك بقالهم سنين سنين سنين، فما جاتش ان انت على سنه، هي سنه واحده بس ترد لهم شويه من اللي عملوه، ان انت على الاقل تفرحهم. مش بقول لك ان انت تخش الكليه اللي هم عايزينها، لا، ان الكليه دي انت لازم انت تخش الكليه اللي انت عايزها واللي انت نفسك فيها، بس على الاقل هات مجموع يفرحهم، يحسسهم ان تعبهم جه فايده، يحسسهم ان انت فعلا شايل الجميل وشايل تعبهم، مش مستهتر وبتاخد فلوس الدروس وتروح تشيع بيها. فاهم حاجه؟ لازم تحط قدام نفسك هدف محدد. لو حطيت قدام نفسك هدف صدقني انت هتقوم تذاكر اوتوماتيك. تاني حاجه، ما تخليش مخك يضحك عليك. مخك اول ما بيعرف بس ان انت عايز تذاكر او عايز تبذل مجهود او بس حتى بتفكر في الموضوع، بيقولك انت عبيط، انت عايز تتعبنا ولا ايه؟ انت عايز تذاكر؟ اقعد يا قوم كده كلم لنا خلوا عمه وجده وسته وعمته، انت اصلا ما بتحبش عمتك بس قوم كلمها، صله الرحم اهم. قوم يا جدع في ايه؟ وانت معدي كده عدلنا على المطبخ اعمل لنا سندوتش كفته، وبعدها هات لنا بقى شوب ليمون عشان نروق على اعصابنا، وبعدها بقى ننام بقى عشان واحد بقى تقلان والجو ساقع وبتاع، فنصحى الصبح ان شاء الله نبتدي بدايه جديده ونذاكر، وتفضل كده كل يوم وما تقعش في الفخ ده. طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه مع مخي؟ هرميه في الزباله؟ يعني لا، مش ترميه في الزباله، بس اضحك عليه. يعني اضحك عليه، يعني اول ما تكون حضرتك عايز تذاكر قوم ذاكر، ما تقعدش تفكر انا هذاكر الماده الفلانيه انا. عشان ده بقى اول الفيديو ده اللي قلناه، حته ان انت بقى تعمل ايه، تكتب المواد اللي انت عليك في كل يوم، بحيث ان انت بكره السبت عارف انت عليك ايه، انت بكره الحد انت عارف انت عليك ايه. ما تقعدش بقى تفكر انا هذاكر كذا، طب انا هعمل كذا، طب انا هقوم اجيب الحاجه الفلانيه عقبال ما اذاكر، طب انا فجاه اكتشفت ان ملزمه الاحياء مش معايا فانا لازم اروح اجيبها، طب انا فجاه اكتشفت ان القلم اللي انا بحبه مش موجود فانا لازم انزل المكتبه اجيبه. ناقصين عوض بقى. حضرتك انت قبلها بيوم عارف انت بكره عندك كذا 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 كذا، فانت بتبقى محضر كل حاجه من قبلها بيوم. دي حاجه. الحاجه التانيه، انت لما بيجي اليوم ده وانت هتقوم تذاكر فانت اوريدي اوتوماتيكلي انت قايم ايه ده انا عليا كذا، طب انا
على طول. ما تقعدش بقى ايه احنا بنفكر اذاكر لما تيجي الساعة 5:30 هذاكر، جت 5:02 لما تيجي 6 بقى، جت 6:07. معلش لازم تيجي 7. يعني انا بحب الاعداد تكون صحيحة، ما بحبش الكسور، حاجات مستعبط. فلما حضرتك تقرر تذاكر قوم على طول. وده مش في المذاكرة بس، ده في اي حاجة في حياتك. اول ما تجيلك الفكرة قوم، ما تقعدش تفكر. تالت حاجه التليفون. طبعا التليفون اللي مودينا في 60 داهيه ده، يس الدنيا التليفون بيعطل كتير قوي. انا مش هقول لكم ارموا التليفون ولا اقفلوا التليفون ولا كده، لانه معظمكم بيذاكر عليه. تقدروا تذاكروا من التابلت عادي بتاع الثانويه، بس معلش احنا بنتحجج، وانا بذاكر من التليفون. تمام حضرتك بذاكر من التليفون، مش هقول لك ارمي التليفون ولا اقفل التليفون ولا الكلام دوت، بس على الاقل استفاد منه. يعني ايه استفاد منه؟ ممكن تشغل عليه الفيديوز بتاعت ستادي ويز مي، موجوده على اليوتيوب يعني، فيديوز كتير قوي. ممكن تتفرج على انجز مع برعي، حلوه برده، كانت صاحبتي بتتفرج عليه. يعني صدقني الموضوع حلو وممتع لو انت عايزه يبقى ممتع. ما تخليش المذاكره تبقى تقيله ورخمه وبارده وتبقى وتقيله عليك، حاول تلطفها. فاهم؟ يعني هي المذاكره معفنه كده كده، بس انت حاول تخليها حلوه، هتبقى حلوه معاك. ممكن تشغل ستادي ويز مي، تبقى كده قاعد، انت قاعد وقدامك حد قاعد بيذاكر، فالموضوع حلو قوي. لان بجد النوتيفيكيشن ده بيدمر الحياه. تن 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 ده جنب ودنك ده بيجيب توتر اصلا لوحده، بتبقى عايز تمسك التليفون تهبده، او بتبقى بتفتح عشان تشوف المسج اللي اتبعت لك، بتتسحل في 50,000 حاجه ما عدا المسج اللي اتبعت لك. فين النوتيفيكيشن؟ رابع واخر حاجه، المخ بيتربط بمكان المذاكره، فما تروحش تذاكر لي على السرير. يعني هتلاقي نفسك فجاه شديت الغطا واتغطيت ونمت. ما تروحش برضو تذاكر في مكان قدام التلفزيون مثلا، ما انت هتقعد تعمل كده سرحان، طبيعي هتسرح. انت رايح تذاكر في مكان مخك مش رابطه ان هو مكان مذاكره او مكان ان انا لازم اكون فيه مركز. فانت ممكن تشوف في البيت مكان لطيف ظريف خفيف كده صغنطوطي، في مكتب، مش لازم مكتب، ترابيزه، بحيث ان انت معروفه ان ده مكان المذاكره بتاعك. اتخنقت وقرفت من البيت، روح ممكن تشوف ورك سبيس. الورك سبيس تحفه حلوه، انا جربتها جميله. كل اللي قاعدين اصلا بيبقوا جايين يا اما ناس بيشتغلوا يا اما ناس بيذاكروا، فانت بتبقى قاعد كده في بيئه كلها عمل وجد واجتهاد، فانت بتبقى قاعد من جواك مبسوط، مش حاسس ان ايه. يعني في البيت ممكن تلاقي كلهم بيتفرجوا على التلفزيون واخوك ماسك التليفون ومبسوطين وانت قاعد بتذاكر، فده بيجي على نفسيتك. لا طب اشمعنى انا؟ انت ممكن تروح اصلا تغير البيئه كلها وتروح مكان تاني فيه كل الناس اللي بتذاكر وبتشتغل، تروح اقعد معاهم هتنبسط عادي جدا. وممكن مش عايزه اقول والله روح مع اصحابك لانكم هتقعدوا تتمرقعوا ومش هتذاكروا، بس لو انت فعلا واثق في حد من صحابك هيذاكر خده معاك، لو لا روح لوحدك. تمام وبس كده. انا هاجر منصور، ودي كانت نهايه حلقه النهارده. ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتتابعوني على التيك توك والانستجرام، هسيب لكم اللينكس في كومنت تحت الفيديو، واشوفكم الحلقه القادمه. باي باي.